بعد وفاتها سامحة أيوب تلميذ زكي طليمات وأيقونة المسرح العربي. رحلت سيدة المسرح العربي الفنانة سامحة أيوب عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناس 93 عام، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت من سنة 1947 في التمثيل المسرحي والسينمائي والدراما. وعلمت مصادرنا أن سماحة أيوب قد توفيت صباح اليوم داخل منزلها بمنطقة الزمالك عقب تدهور حالتها الصحية. هنقول اتولدت سماحة أيوب في حي شبرا بالقاهرة، وواجهت العديد من الصعوبات والتحديات في مسيرتها الفنية قبل أن تبدأ مشوارها، فقد عرض أهلها رغبتها في التمثيل وأطووها، لكنها تمكنت في النهاية من تحقيق شهرة ضخمة. بدأت حياتها الفنية في سنة 47 في فيلم متشردة وكان عمرها 15 عام، ثم فيلم حب في سنة 1948، وفي سنة 49 دخلت سماحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتلمذت على يده وتخرجت منه في سنة 53. وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما، وقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال، وهي فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950، ثم في سنة 51 شاركت في فيلم ورد الغرام، وانضمت للمسرح القومي المصري وشاركت وصارت مديرة له مرتين في الفترة ما بين 1975 وسنة 1989. كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. وحققت خلال مسيرتها الفنية رصيد يقترب من 170 مسرحية، حيث نجحت في إعادة الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز لفرقته. بالإضافة للتمثيل والإدارة، شاركت سماحة أيوب أيضا في مجال الإخراج، حيث أخرجت عروض مسرحية عدة، منها الباسبور من تأليف فتحي العسال، ومقالب عطيات من تأليف موليير، وليلة الحنة أيضا من تأليف فتحية العسال، حيث تجاوزت الفنانة سماحة أيوب سنوات عملها السينمائي التلفزيوني 77 عام. أما عن زيجات سماحة أيوب، تزوجت سماحة أيوب في بداية حياتها الفنية وهي لم تتجاوز 20 من عمرها، حيث ارتبطت بالفنان محسن سرحان. بعد ذلك تزوجت من الفنان محمود مرسي، ثم من الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة أثناء تقديمها مسرحية السبنسة التي كتبها واستمر زواجهما حتى وفاته. وأخيرا تزوجت من المخرج التلفزيوني أحمد النحاس، لكن انتهى هذا الزواج بالطلاق. رغم انشغالها بالعمل الفني، حرص سماحة أيوب على أن تكون أما مرتين، حيث أنجبت أول ابن لها من الفنان محسن سرحان اللي توفى أثناء دراسته في أمريكا، مشكل صدمة كبيرة في حياتها، فقد زارته وأمضت معه شهرين وعادت إلى القاهرة تتلقى خبر وفاته بعد 15 يوم. أما ابنها الثاني فهو من الفنان محمود مرسي. وكشفت سيدة المسرح العربي الفنانة سماحة أيوب عن مرورها بتجارب فاشلة وصعبة عدة في بداية مشوارها الفني، وقالت خلال مداخلة سابقة مع برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل: مقياس نجاح الأعمال بالإيرادات عبارة عن تجارة فنية، وغيرت اسم مرتين في أعمال الفنية بسبب خوفي من أهلي، لأن كانت المخوخ مقفولة وقتها، بس هم سكتوا دلوقتي. وقالت كمان سيدة المسرح العربي قائلة: مريت بعدة تجارب صعبة وكنت مصممة إن ما بصش ورايا حتى لا أتعثر، والعمل الجيد بيه أيضا هجوم، واللي بيضايق الفاشلين العمل الجيد، ولذلك كنت بتقدم في مشواري. وأشارت إلى أنها قدمت في فيلم تيتا رهيبة بسبب قصته سعيدة للغاية به، وهناك جيش كبير من الأطفال يحبونني بسبب ذلك العمل. وأكدت الفنانة سماحة أيوب رفض تقديم مشهد واحد في عمل فني حتى لو كان مهما، كونها قدمت الكثير من الأعمال ولها اسم كبير في عالم الفن، تحب أن تكون موجودة لمجرد الظهور. شعر إنه افتتح في شهر يوليو سنة 24 الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح القومي أو المصري، والتي تحمل اسم دورة الفنانة سماحة أيوب، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الفنان محمد رياض. وقدم حفل الافتتاح الإعلامية رغدة بكر بإخراج نادر صلاح الدين، ثم عرض فيلم سيدة المسرح العربي الذي شارك في بطولته سماحة أيوب وأيمن الشيوي ومازن نادر، تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أشرف فايق. وشاركت سماحة أيوب في عدد من الأعمال الدرامية، منها أميرة في عابدين والطاووس وسعد اليتيم وسكر زيادة والسيرة الهلالية ومزاج الخير والخفافيش والمصراوية والمرافعة. كما شارك سماحة أيوب في عدد من الأعمال السينمائية، منها حياة ولاد وآلام السيد المسيح وتيتا رهيبة ومجرم في أجازة والقلب له أحكامه وبياعة الورد والعملاق والمبروك ولا تطفئ الشمس والليلة الكبيرة وأنا وحدي وبين الأطلال. وشاركت سماحة أيوب أيضا في عدد من الأعمال المسرحية، منها الأيدي الناعمة وبير السلم وكبر الناموس وسكة السلامة وتلميذ الشيطان وست الملك
الجدير بالذكر إن آخر أعمال سماح أيوب هو فيلم ليلة العيد، والذي سبق عرضه في يناير 2024. تدور أحداث فيلم ليلة العيد في إطار درامي حول مناقشة قضايا المرأة من خلال عدد من السيدات يعيشن على جزيرة ما، وتعاني النساء معاناة شديدة بسبب عدم تفهم حقوقهن.